السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى بإذن الله هنعمل كفتة الغلابة. الكفتة اللي هتحتاج مننا لا فراخ ولا لحمة، وكمان اللي هتحتاج مننا مش هتحتاج مننا ان احنا نحمرها في الزيت. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة كلها عندنا في البيت، وطعمها بجد يجنن. هسيبكم انتوا تجربوها وتقولولي في التعليقات ايه رأيكم فيها. كفتة سهلة وبسيطة، لا هتحتاج مننا لا كبة كمان ولا خلاط، ومقادير بسيطة جدا، وهتطلع معانا متماسكة وصباع بصباع كده، وطعمها بجد يجنن. يلا بينا نعرف الطريقة. بس قبل ما نبدأ كده، إلهي ربنا يرضيك في صحتك ويرضيك برضا ولادك وبر ولادك، يلي تعمل لايك للفيديو وتنزل أسفل الفيديو وتضغط على كلمة اشتراك وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفني. واحنا كده في أول يوم من شعبان يا رب العالمين، اللهم أمين. قولوا أمين، وكل سنة وانتوا طيبين. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول، خلي الصلاة توصل لسيدنا محمد في أول يوم في شعبان كده. وتعالوا بينا بقى نشوف الطريقة معانا، عملناها بالطريقة الجميلة دي ازاي، وطلعت معانا بالقوام والتماسك ده ازاي، والطعم في ناحية تانية خالص. يلا بينا نبدأ. أول حاجة أنا معايا كيلو من الرز، أنا نقعته قبلها بليلة. وبعد كده تاني يوم جيت وصفيته وحطيته شويه في الشمس لعند لما نشف معايا. لو مش عايزه تحطيه في الشمس حطيه على فوطه، بس المهم ينشف معايا عشان لما تيجي نصحنه ما ياخدش معانا وقت. بعد كده هاخده معايا وهصحنه في المصحنه بتاعه الخلاط. الناس اللي عايزه تسحنه في الكبه تمام، بس المصحنه هيكون سهل معاكم وهيبقى في ثانيه ومش هياخد منك وقت نهائي. انا عايزه اصحنه يكون ناعم معايا كده زي السكر الناعم زي ما انتوا شايفين كده. عايزاه يبقى ناعم معايا خالص عشان خاطر لما اجي اصبعه يتصبع معايا كويس وما ياخدش معايا وقت. بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، يبقى ناعم زي السكر الناعم كده بالظبط. بعد كده هسيبه كده وهركنه معايا على ناحيه خالص لعند لما اجهز الصلصه بتاعه الكفته. اول حاجه هجيب حله وهنزل فيها بزيت، وهخرط بصله وسط كده تخريطه خشن. اول ما تاخد اللون البني معايا كده هنزل عليها بفصين من التوم انا هرساهم، اديها تقليبه، واول ما اشم ريحه التوم هنزل عليها بمعجون من الطماطم. بعد كده هنزل عليها بنص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكمون، ونطره صغيره من القرفه، ومعلقه صغيره من الملح، ونص معلقه من السكر كده. وحدي ده كله تقليبه مع بعضه. اسيبها معايا لعند بقى ما تتسبك، وانزلي فيها بورقتين من اللورة. لو عندك ورقتين من اللورة انزلي فيها بورقتين من اللورة ومكعب من المرقة. بعد كده هجيب الرز اللي انا طحناه وهنزل عليه فصين من التوم انا هرساهم، وحزمه من الخضار المشكل. وبعد كده هنزل بنص معلقه من الكمون والفلفل الاسود والبهار المشكل، ومش هحط ملح، ونطره صغيره من القرفه. وهنزل عليهم بمعلقتين من الصلصه اللي انا عملتها اللي اتسبكت معايا، معلقتين بس كفايه. وهقلب ده كله مع بعض. بعد ما اقلبهم مع بعض تقليبه كويسه كده، لو لقيتها لسه عايزه شويه معايا هنزل عليها بمعلقتين من الشوربه. ما تكتريش شوربه معاكي، يعني حطي شوربه، ولو عايزه شوربه تانية يبقى حطي لها، بس ما تحطلهاش كتير عشان خاطر ما تتعجنش منك ومش هتعرفي تصبعيها. هنزل بكميه صغيره، واول ما اشوفها بقت معايا كويسه كده وتتصبع معايا يبقى هي كده بقت معايا تمام. الخضار عايزه تعمليه في الكبه اعمليه، بس هياخد منك غلبه. عادي انا بخرطه عادي على الرز كده، ما بيطلعش من الصباع ولا اي حاجه، وبيبقى متماسك معاه والله العظيم، وبيبقى طعمها يجنن. شايفين ما شاء الله اتصبعت معايا بطريقه سهله وبسيطه والخضار فيها. الناس اللي خايفه ان هي تعمله كده ممكن تفرميه مع الرز في الكبه، ولو مش عايزه تفرميه مع الرز في الكبه خرطيه على الرز زي ما احنا حطيناه كده، بيبقى طعمه جميل. بس حاولوا ان انت تخرطيه تخريطه ناعمه. برضو بكورها كده، طالما اتكورت معايا كده يبقى هي كده تمام معايا. بكورها واصبحها بقى على حسب الحجم اللي انت عايزاه. عايزه تكبري الصباع كبروه شويه، عايزه يبقى صغير كده يبقى تمام معايا. بعد ما خلصت الكميه معايا ما شاء الله، بصبحهم واحطهم على صينيه معايا كده، واسيبهم بقى على ناحيه. ده انا كده خلصت الكميه كلها معايا ما شاء الله تبارك الرحمن بالمنظر الجميل ده. بعد كده كميه الصلصه اللي لسه باقيه معايا بقى هحطها على البوتاجاز وهحط فيها. انا حطيتها كده، وهحط فيها لو عندك شوربه حط شوربه. كميه الشوربه معاكي، لو هتحط فيها ميه حط عليها ميه برضو، بس يا ريت تحطي فيها مكعب من المرقه عشان تخلي طعمها جميل كده.
اول ما الميه بتفور معايا او الشوربه بتفور معايا وبظبط الملح بتاعها، هنزل معايا بالكفته، بس هوزعها مش هحطها كلها فوق بعض عشان خاطر ما تتعجنش معايا. تفور معايا بس قيمة 5 دقايق كده. أول ما تفور معايا بديها تقليبة بسيطة وهدي عليها النار واسيبها تستوي على مهلها. الكفتة ما تغطيش عليها وهي بتستوي عشان خاطر ما تتعجنش معاك وتمسك في بعضها. بعد بقى ما هديت النار عليها ما شاء الله الرز اللي معايا نشا، والشوربة ما شاء الله معاها بقت عاملة ازاي، وصاب اصبع بصباع ما شاء الله تبارك الرحمن. لا احتاجت مننا تحمير ولا احتاجت مننا اي حاجة. الاكلة ديت احلى اكلة بجد ممكن تعمليها وتدفينا في الساعة اللي احنا فيها دي. أكلة سهلة وبسيطة وموفرة جدا وما خدتش أي حاجة ومكوناتها كلها في البيت، والله العظيم طعمها يجنن. هتجربوها بجد وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في التعليقات. ولو عايزين اي اكلة تانية سهلة وبسيطة يا ريت تقولوا لي عليها في التعليقات. وإلهي ربنا يرضيك في صحتك ويرضيك في ولادك يلي تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، واحنا في اول يوم من شعبان يا رب العالمين، اللهم امين. وهشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.